يا مساء الخير وصباح الخير اخواتي، بقى ازيكم عاملين ايه؟ تعالوا كده ما نعمل النهارده مع بعض رز بلبن. حاجه كده عظمه قوي، سهل جدا وبسيط وزي بتاع المحلات بالظبط ويمكن احلى كمان. هنجيب 2 لتر لبن وهنفضيهم في الحله، وبعد ما فضيناهم في الحله هنولع النار وهنسيبه يغلي، ولغايه لما يغلي هقول لكم هنعمل ايه. بعد كده جبنا الرز في معيار كوبايه رز وهنغسله كويس قوي، وبعد ما غسلناه هنسيبه يتصفى قوي. وبكده اللبن بدأ يغلى. بعد كده هنجيب الرز وهنكبه كله. بعد ما حطينا رز هنقلبه كويس جدا. بعد كده هنجيب كوباية سكر. بعد كده هنجيب كيسين من الفانيليا وهنفضيهم. بعد كده هنقلب كويس قوي. وهنوطي عليه وهنسيبه مع نفسه لغاية لما الرز بتاعنا يستوى. بعد كده اقول لكم على اللي جاي هيبقى ازاي. ونقلبه كمان لان الرز المفروض ان هو بيتكاتل تحت. بعد كده هنهدي عليه النار خالص بقى وهنسيبه يغلي مع نفسه. رز بلبن زي بتاع المحلات ويمكن احلى كمان. تمام اوكي، نسيبه بقى كده مع نفسه لما الرز يستوى. وهو بيغلي بقى كده وقرب يخلص خلاص، هنقوم حاطين فيه معلقه سمنه او معلقه زبده. ممكن نحط فيه مثلا شويه جوز هند كده، يعني معلقه كبيره من جوز الهند، ونقلبه كويس قوي. الصفار اللي هو فوق الوش ده اللي حضراتكم شايفينه، دي معلقه سمنه، بس سمنه بلدي يعني. وتمام كده هو خلص خلاص. نهدي عليه النار قوي على الاخر بقى. بعد كده هنجيب النشا بتاعنا وهناخد من النشا 3 معالق نشا كده في الكوبايه. بعد كده هنفتح عليه الميه، يعني نص كوبايه ميه كده. تمام قوي. بعد كده هنقلب النشا كويس قوي. بعد ما خلصنا النشا هنكب كده كوبايه النشا بتاعتنا، وهنجيب المضرب بتاعنا وهنقلب كويس قوي. نقلب بالراحه. بعد ما حطينا النشا كله نقلب كده كويس قوي لغايه لما يدينا القوام المتماسك اللي احنا عايزينه، يعني ما يكونش خفيف قوي ولا تقيل قوي، لان هو رز بلبن لما بيتساب شويه في التلاجة يعني بيتماسك كده وبيبقى تمام جدا. حاجه كده عظمه قوي. بس كده تمام. بعد ما قلبناه نعلي النار كده عليه شويه ونسيبه لغايه لما يبتدي كده يغلي كمان كده غلوه معانا كده، يبتدي يقلب كده نفسه. بعد كده نطفي عليه على طول. هو كده بيطلع على الفقاقيع كده. تمام قوي كده. نطفي عليه وتمام قوي كده. لو في عندنا بقى شويه زبيب ممكن نحط زبيب كده وهو في الحله. بعد كده نقلبه كمان تقلبتين اهو، زي ما انتوا شايفين القوام بتاعه. هو ده القوام بتاع المحلات اهو. تمام كده اهو، ده القوام. ولا هو تقيل قوي ولا خفيف قوي، لان لما بيتساب بيتقل جامد قوي وبيبقى مظبوط يعني. حاجه كده عظمه. نقلبه كمان تقلبتين اهو. جامد قوي كده. بعد كده بقى نجيب الحله بتاعتنا ونقلبها كده في صينيه عندنا، وبكده تمام خلاص قوي. بعد ما حطينا رز بلبن بتاعتنا في الصينيه، لو عاوزين ندخلها الفرن على التحمير ممكن نحمرها كده من فوق الوش شويه وتمام قوي. يعني اللي مش عاوز يحمر مش مشكله خالص، ممكن نزين كده من فوق الوش بشويه جوز هند كده اهو. يعني انا بحب جوز الهند كده يكون في رز بلبن، وممكن شويه زبيب كده من فوق الوش اهو. تمام قوي.
وزي ما انتوا شايفين كده هو كده تمام، رز بلبن عظمه. اللي ما اشتركش في القناه يا ريت تشتركوا بسرعه، وما تنسوش تعليقاتكم اللي بتزيدني شرف. وبس خلاص، كان معاكم احمد الشناوي.